اتفضل يا فندم الاوردر. ايه ده؟ باربي اختي؟ تصدق فاجئتني؟ باربي اختك؟ وليه بتلف وبتلبس كمامه في ايه؟ وهي ما اول ما تشوف اختك كده تروح لابس كمامه، يعني مش هتعرفك صح؟ يلا يا استاذ، فين الاوردر؟ حاضر يا فندم، ثانيه واحده. اتفضل يا فندم. حساب الاوردر كام؟ 200 جنيه يا فندم. طبعا الفنانه باربي مش سامعه خالص، بيقول لها باربي اختي وهي مش هنا. طبعا انت فاقده جميع الحواس، فاقده جامعه البصر والحس كله، مش سامعه. اتفضل. طبعا الفنان لبس الكمامة، والكمامة دي سحرية، اللي يلبسها محدش بيشوفه، والفنانة باربي اللي هي اخته ولا بتسمع ولا بتشوف، يعني هو عمال يقول اختي وهي مش هنا. لبس طبعا الكمامة برضه معرفتوش ولا هو عارفها، يعني ما شاء الله الكمامة السحرية عاملة شغل فاخر. هو انت مالك مبحلق كده ليه يا ابني؟ انت شكلك مش مظبوطه، مش مستريحه لك. والله فنانة فعلا هو شكله مش مظبوط، تقريبا هو شبه حد عندك في البيت، بس متهيألي يعني بقى هو مش مظبوط خالص. ايه يا ام؟ ازيك يا ابني؟ هقوم احضر لك لقمه تاكلها يا حبيبي. خليكي عشان كنت عايزك في موضوع. خير؟ موضوع ايه؟ محتاج فلوس؟ لا انا النهارده شفت باربي اختي. ايه؟ للاسف حاج، هو شاف باربي اخته وما رضيش يقول لها انا اخوكي، وهي ما عرفتوش ولا هو عارفها، عشان هما الاتنين حضرتك فاقدين جميع الحواس. هو كان لابس كمامه طبعا بتخلي الواحد اللي قدامه ما يشوفوش، يعني حالف لو هو باين مثلا قدام اخوه ممكن يبان ابن اخوه بنت اخوه كده. فهي المشكله حضرتك كانت في الكمامه، فالمشكله المفروض يستخدم نوع كمامات يعني كويس، بحيث ان هو يخليه ايه، يظهر للناس. ان الكمامه اللي هو كان لابسها بتخليه مخفي، فالناس بتبقى فاقده جميع الحواس طبعا حضرتك يعني. ما اعرفش، شفتها واتصدمت اصلا لما شفتها، بس هي ما شافتنيش، انا لفيت وشي على طول، ما عرفتش اي حاجه. شفتها فين؟ دي بقالها 5 سنين طفشانه. ما اعرفش، انا اتصدمت اول ما شفتها، بس حاولت ان انا اداري نفسي عشان هي ما تاخدش بالها مني. يا حاجة باربي بقالها 5 سنين طفشانة من البيت، ما عندها حق يا حاجة تطفش منكم. عندها أخ فاقد كل حاجة، يعني ما بيشوفش ما بيحسش، وانت حضرتك لسه فاكرة بعد 5 سنين طفشانة ربنا يكون في عونكم بصراحة. طب وساكنه فين؟ انا عرفت البيت بالظبط وانا هروح لها، بس طب بتعمل ايه وعايشه مع مين؟ فهمني، انا ما طمني. اعرفش اي حاجه، انا جيت قلت لك اللي انا شفته وخلاص. طب بقول لك ايه، انا عايزاك تعرف لي العنوان وتجيب لي كل الاخبار. ليه، انت عايزه تروحي لها ولا حاجه؟ اكيد طبعا. لا بصي، انت مالكيش دعوه بالموضوع ده، انا هروح وهسال كده الناس اللي في المنطقه هي قاعده عند مين ولا بتعمل ايه ولا بيت مين ده، وهاجي اقول لك، بس ما تعمليش اي حاجه من ورايا. طب روح. ربنا توحشيني يا روحي. ما تشربش من الميه يا استاذ حسام، اوعى تشرب من الميه، مراتك حاطه لك حاجه في الميه. ايه ده يا حاجة، احنا ما سمعناش حاجة. انت بتقولي ايه يا حاجة؟ بتقولي ايه؟ ما سمعتش، بتقولي ايه؟ المية فيها ايه؟ سم منقتل؟ في ايه يا حاج؟ ده احنا اتطرشنا، احنا خلاص، انتوا فيديوهاتكم علمتنا خلاص ان احنا مبقاش نسمع ولا بنشوف ولا بنحس. ده الناس في اخر الدنيا سمعوا، والاستاذه ما فيش خالص، هي فاقده كمان تبعكم، دي المنقاب دي تبعكم، فاقده كل حاجه. عاوزه تخلص منك. ولا اي حاجه حلوه. لا ما تاخديش في بالك يا فنانه، صوت ايه؟ ما كانش في اي حاجه، نامي لما امبارح بيصحى نصحيكي. فكرينا بس نظبط لك منبه بس عشان تصحي كمان 5 6 سنين او 50 سنه 70 سنه. حضرتك في ايه؟ واحده ما بتقول لك ربابيكي للبيع، ما تاخديش في بالك. بس الميه ده عشان انا مش عطشان. لا يا حبيبي، انت طلبت ان انت تشرب. خلاص اشرب، انا شربت حياتي، يلا بقى. لا اشرب بس عشان الطريق معاك والجو حر شويه، عشان لو عطشت وكده. طب بقول لك ايه، انا نسيت المحفظه بتاعتي جوه، ادخلي ادخلي معلش. حاضر يا حبيبي. يلا تحت المخده. حاضر. بقول لك ايه، وانت ايه اللي عاملاه في الموبايل ده؟ اللي شفته يا استاذ حسام، انا شفتها بتحط لك في الميه حاجه. ازاي يعني؟ الحاجة حسام كانت شغالة في شركة المية في تنقية وتصفية المية من السموم، فهي حضرتك عندها خبرة كبيرة ان الازازة اللي انت معاك دي لسه اصلا ما اتفتحتش، فهي فيها سم، حطيت لك فيها حاجة، بس ما نعرفش الحاجة دي ايه بصراحة. الحاجة عارفة. وازاي حاجة، ازاي جالك الفكرة ان انت تحط الموبايل في المكنسة الكهربائية؟ يعني انت دماغ حضرتك عالية قوي. زي ما شفت كده، ما تشربش اي حاجه من ايديها ولا تاكل اي حاجه. انت متاكده؟ انت متاكده؟ ايوه يا بيه متاكده، زي ما انا شايفاك كده متاكده.
يعني ايه حاطط لي حاجه في الميه ده عشان تخلص مني يعني؟ ايوه. ماشي ماشي يا نور، كملي انت حاجتك كملي انت حاجتك. ايه يا حسام في ايه؟ قلت لي تعالي بسرعه في مشكله. بقول لك اللي اختك بتعمل لي حاجه عشان تخلص مني. تخلص منك؟ ازاي الكلام ده يا حسام؟ ايه ده الشيري؟ ازيك الشيري؟ عامله ايه؟ كنت فين يا الشيري؟ ده احنا مفتقدينك في الفيديو ده. كان المفروض انت اللي تحط السم وتحط السم كده قدام الاستاذ حسام. هو كده كده فاقد كل حاجه يعني. انا استاذ حسام زعلان عشان اخت حضرتك حطيت له السم في ايه يا جماعه؟ السم ما بيموتش اللي انتوا بتحطوه ده، بيضحكنا بيزغزغنا طول ما احنا بنتفرج يعني، ما تقلقوش. كده كده. يا نهار اسود، هي بتحط لك ايه في الميه؟ اسالي نفسك بقى، مراتي بتحط لي ايه في ازازه الميه؟ طب هي هتعمل كده ليه؟ كانت بتحط له ايه في الميه يا شيري؟ كانت بتحط له نكت عشان نقعد نضحك نتزغزغ بعض. كانت بتحط له ايه يعني حضرتك؟ اكيد بتحط له سم اللي هو بيزغزغ ده. هتحط له ايه يعني يا شيري؟ ايه يا حسام؟ انت ده شافتها وهي بتحط لي الحاجه في الميه، ايه رايك؟ ايه رايك؟ انا مش عارفه. هلو سام، هلو عامل ايه؟ ماسك الشبشب وبتلمعه. هو انت بتلمع حيطه؟ بتبيض حيطه حضرتك ولا ايه؟ ده شبشب حضرتك مش حيطه. وشيماء كمان في الفيديو ده، احنا هنضحك ضحك السرير. انت بتعمل ايه يا حسام؟ بالنسبه للفنانه اللي انت حضناها الشوشو دي مش موجوده يعني. هو عمال يقول لك بس وانت تقول انت بتعمل ايه يا حسام وهي مش هنا يعني. هي فاقده كل حاجه كده. هي كل فيديوهاتكم كده فاقدين كل حاجه، ولا بتسمعوا ولا كل الحواس. طب انا همشي بقى يا شيماء عشان اتاخرت قوي. ماشي، باي باي. يا هدير، نعم. خد الشبشب ده اللي انت لابساه عشان ده مقطوع. صح. هلو استاذه هدير، انت مش معانا خالص. وايه يا حسام بتديها شبشب ودهنه احمر ليه؟ هو انت اهلاوي مثلا؟ وشبشبها ماله ما كويس يا حسام؟ ما ده هدير شبشبها كويس. مش فاهم ايه الغرض من الفيديو طيب؟ طب مش لازم عادي يا حسام؟ لا لا كمل لا، ما بيه. ينفعش عشان هيبهدلك وانت ماشي. العيه والبسي ده، شكرا يا حسام. ولما تروح عند ماما كلميني ماشي؟ خلاص اوكي. يلا مع السلامه. باي باي. مالك يا حاج؟ في ايه؟ بتشتكي من حاجه؟ ايه ده حسام؟ عامل ايه يا حسام؟ والمعلمه فتكات كمان، المعلمه فتكات ماسكاك كده. في حاجه يا حاج ولا ايه؟ بتعاني من حاجه؟ ايه يا بابا مالك في ايه؟ يا حسام ملحق ابوك يا حسام. المعلمه فتكات اللي انت متجوزها ماسكه ابوك ونفخاه، عماله تلسع في ايده ولسعف ومديابه. يا حسام الحق ابوك يا حسام بيتنام. يا حبيبي مفيش حاجه، انا بس تعبان شويه وهخش ارتاح دلوقتي. بابا لو في اي حاجه مضايقاك قول لي وانا هتصرف، انا مش عارف مالك. لا يا حسام مفيش حاجه، بس ده ابوك بس بيتنفخ بس. مراتك عماله تديله علقات وتلسعه في ايده. مفيش اي حاجه يا حسام. انت حضرتك يا حسام فاقد كل حاجه كده يعني. مش سامع ولا فاهم ولا حاسس ولا شايف اللي بيحصل في وش ابوك وفي ايده. انت معانا يا حسام ولا اظبط لك منبه؟ ما تقلقش يا ابني، انا تعبان شويه. يا بنت انا عايز اخش الحمام باي طريقه، مش قادر. في ايه؟ معلش يا حبيبي، انا كنت في المطبخ. هلو عامل ايه؟ صباح الفل. حضرتك مش شايف حاجه؟ مفيش حاجه ورا باب الشقه، مش شايف حاجه خالص. في المطبخ؟ غريبه يعني. انا كل مره باجي الاقيكي قاعده على الشاشه ومشغله الشاشه ومش عارف ايه في ايه. لا ما انا قلت ان انا اوفر كهرباء. وانا عايز اعرف حاجه، هو انت عايز تعمل حمام ولا عايز تاكل ولا حضرتك مش شايف اللي مستخبي ورا الباب ده؟ ولا هو لابس طاقية اخفاء؟ ولا انت فاقد جميع الحواس؟ فاقد جميع حاسه السمع وحاسه البصر، كل الحواس عندك رايحه. باشا اظبط لك منبه. ادخل انت الحمام. ادخل الحمام؟ وبعدين صح، ما بعتيش الاكل ليه؟ معلش، ما انا بقول لك النهارده عملت الاكل متاخر. يلا بقى ادخل الحمام. عملت الاكل متاخر؟ معلش. ازاي يعني؟ معلش. باشا هو انت مش شايفه خالص؟ ده واقف جنبك، انت مش شايفه ولا ايه؟ انت فاقد جميع الحواس، حاسه البصر وحاسه. انت يا ابني مش معانا ولا ايه؟ ولا نظبط لك منبه لما يرن نصحيك؟ طيب ما بتقول لك الاكل في الفرن، خش اعمل انت بقالك ساعه واقف بتقول عايز اعمل حمام. ما تخش يا ابني، لا تقلط على نفسك يا ابني. حقك عليا. ده عادي كده خالص؟ لا حرام عليكي، ده انا طفحان الدم وحياة ربنا انا اسف. ادخل بقى الحمام. طب انت عملت الاكل ولا لا؟ الاكل في الفرن على طول. لسه في الفرن؟ اول ما انت تخرج من الحمام هتلاقي الاكل جاهز. وامي فين؟ امك في الاوضه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني هو أنت ما بتفهمش يا ابني؟ بتقول لك خش اعمل حمام عشان الراجل اللي مستخبي ورا الباب يطلع. ما أنت شايفه عامل عبيط ولا أنت بتستهبل علينا يا ابني؟ بتعمل إيه؟ قاعدة.
طب ماشي، انا هخش الحمام عشان انا مش قادر خالص. ماشي. خلاص. ماشي. وبعد كده ايه، تحضري لي اكل خلاص يا علي. عشان اخده وامشي. خلاص يا علي. لا لا، انت مش طبيعيه، في حاجه، انت مش أيوة. مع بعضك. في ايه مالك؟ يا وبعدين نهار ايه ده، انت طلعت عبايه من الدولاب جديده ولا ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني هو أنت ما بتفهمش يا ابني؟ بتقول لك خش اعمل حمام عشان الراجل اللي مستخبي ورا الباب يطلع. ما أنت شايفه عامل عبيط ولا أنت بتستهبل علينا يا ابني؟ هو النهارده مالك في ايه كده يا روعه؟ قلت ان انا بقى البس حاجه كده حلوه ليك وليا. ايه رايك؟ لا طب ما راجع الشغل تاني يا خلاص بقى روعه. معلش، اما تبقى خش ترجع. الحمام وجهز الاكل. طب يلا. يا نهار اسود. ايه مشي؟ ايوه. طيب ماشي. يلا خلي بالك بقى بكلميني على التليفون. هتوحشني ماشي موت. يلا. يعني حضرتك مش شايف إن هو مشي؟ والله مشي دخل يعمل حمام. هو كلكم فاكرين كل حاجة كده. ايوه يا علي. دول 200,000 جنيه هيبقوا من نصيبك مقابل انك تعملي لي خدمه. 200,000 جنيه؟ انا موافقه على كل اللي انت عايزاني اعمله، بس قولي لي عايزاني اعمل ايه؟ حلو قوي. كل اللي عايزاكي تعمليه انك تاخدي العمل ده وتحطيه في سمكيه من اللي عندك وتخيطيها. طبعا بقى حضراتكم سيبنا بقى شغل الدجالين بقى والبخور بقى وعفروت وبرقوت، واخده بالك انت، ورحنا للناس اللي بيبيعوا السمك في جناين. انا مش عارف، انا اعرف السمك بيبقى ليه سوق سمك، لكن سمك في فيلا وجنينه ده انا مش عارف ازاي. المهم رميت لها 200,000 جنيه على الميزان، وبتقول لها بتوع ايه؟ قالت لها هتعملي لي عمل وتحطيه في سمكه واجي اخدها معاها كمان ساعه. انا مش فاهم عمل ايه حضرتك اللي ب 200,000 ده؟ عمل ايه اللي ب 200,000 يعني؟ انا مش فاهم يعني انتوا عايشين فين بجد يعني؟ فين انتوا معانا في ايجيبت ولا فين؟ وساعه زمن وهرجع اخد منك السمكيه. ماشي يا ست هانم، هعمل كل اللي انت عايزاه. عارفه حضرتك اللي ساكنه في الفيلا انت هناك؟ مال اهلك انا ساكنه فين؟ انت كل اللي عليكي تعملي اللي انا عايزاه منك وبس. طبعا التانية بايعة ضميرها خالص وبايعة كل حاجة. شافت ال 200,000 جنيه قالت لك خلاص هحط لك العمل في السمكة واخيطه، بحيث ان انت بتخيص فستان مثلا. تقول لها مش انت اللي ساكنة في الفيلا؟ ما انت عارفاها، ما انت بتشوفيها. انا مش فاهم عمل ايه حضرتك اللي ب 200,000؟ في ايه العمل ده؟ انا مش فاهم يعني. عمل هتعمليه لمين مثلا اللي ب 200,000 اللي دفع في الفلوس دي؟ ماشي، روحي مشوارك وخلصيه وهتيجي تلاقيني عامله لك كل حاجه. بقول لك يا سنيوره، خير؟ هو بكام كيلو السمك النهارده؟ 75 و70 عشان خاطرك. عايز اعرف حضرتك انت ايه اللي دخلك في القصه؟ كيلو السمك انت راح ابدا امسح العربيات اللي انت بتمسحها. لا بقت لها سمكايه ب 200,000 فيها ايه يعني؟ سمكايه ب 200,000 جنيه، انا مش فاهم سمكايه ايه اللي ب 200,000 يعني اللي اتحط فيها عمل. انتوا عاملين العمل ده لمين طيب؟ عاملينه لمين؟ فهموني يعني. 75؟ اللهم صل على النبي، دي ايه الفلوس دي كلها؟ والله لو اعرف ان شغلانه السمك بتكسب الفلوس دي كنت زمان اشتغلتها. بقول لك ايه، الفلوس دي مالكش دعوه بيها، دي فلوس جمعيه. طبعا حضراتكم في الفيديو ده بيقول لك ان اللي هي بتقول لك ان دي فلوس جمعيه. جمعيه اللي بتبقى ب 200,000 يعني؟ انت واقفه بتبيعي سمك، معلش لا مؤاخذه يعني. لو شويه السمك دول هيتباعوا هيجيبوا مثلا قول 200 300 جنيه، لكن 200,000 جنيه ازاي؟ وعمل ايه ده يعني؟ مش فاهم عمل ايه ده يعني اللي ب 200,000؟ فهميني عرفيني. ده الواد قاطركم بقاله ساعه. ست جت مشكوره لحد عندي اديتهاني علشان هكمل بيها واجيب باقي جهازي. اخصى عليك يا ايه يا روح قلبي، بتضحكي عليا انا برضو؟ ده انا ضمدوني يا بيت وكنت واقف هنا وسمعت كل حاجه. يا ضمدوم شرفت وانست. طب انت قاعد بقالك ساعه وشايفها بتتكلم، جاي دلوقتي بعد ما قفشت الفلوس وتقول لها فين يا جماعه هو انتوا عايشين في ايجيبت؟ 200,000 ايه اللي عمل ب 200,000 ده؟ ده عمل اسود. ست هانم اللي كانت جايبه لك فلوس الجمعيه دي وهي بتقول لك بقول لك ايه، مراتك مخبيه حد جنب السرير؟ هلو جبريل، هلو جود افتر نوز، هلو شوشو معانا في الفيديو ده. هيبقى فيديو جامد جدا. وانت عامل ايه يا جبريل؟ كويس يا حبيبي؟ ايه مكتوب ايه؟ مراتك مخبيه واحد تحت السرير؟ ايه يا جبريل في ايه؟ هو الشوشو دي مره تحت السرير ومره جوه السرير ومره تحت الكنبه ومره في ايه؟ يا حبيبي؟ لا يا حبيبتي ما بقولش حاجه. انت بتعملي ايه يا بنت؟ مفيش حاجه يا ست هانم، دي الشاشه كانت متربه. كنت بتقول ايه يا حبيبي؟ ما بيقولش حاجه يا شوشو. انت لسه ما رحتيش عند دكتور
الاذن دكتور الاذن كشفت على ودنك، وانا مش قلت لك روح الاستشاره امبارح يا شوشو؟ انت نسيتي ولا ايه يا شوشو؟ ما رحتيش كشفت على ودنك ليه؟ بيقول لك مراتك مخبيه واحد تحت جنب السرير. ايه يا شوشو؟ المفروض تروح الاستشاره يا شوشو عشان نشوف موضوع ودنك فيه ايه. امسحها بس. يا اعوذ بالله عليك، قلت لك 100 مره ما تخشيش اوضه النوم بتاعتي. حقك عليا يا ست هاني. روحي على صينيه البطاطس عشان جعانه. حضرتك تأمريني بأي حاجة. لا يا شيري، اتفضلي يا شيري. بنت حشريه قوي يا جبريل. يا شيري كل ما شوشو روحوا حته تروحي وراها. هو معلش يا شيري ده وقت بس شاشه. هو انا عايز اعرف، هو شوشو كل شويه مره مراتك مخبيه واحد جوه الكرتون، او مره جنب السرير، ومره جوه المرتبه، ومره جوه الركنه. هتخبوا فين تاني يعني يا شوشو؟ هتخبي فين تاني؟ رحت كشفتي ولا لسه على ودنك؟ كل ما اروح حته تنط ورايا. استنى تراقبني. خدي على قد عادي مفيش اي حاجه. بقول لك ايه، انا انام انا عشان مش قادر. انا شربت الشاي اصلا ومش قادر. ماشي يا جبريل ماشي. بالسرير ولا خلاص كده ولا مفيش نخوه خالص؟ طب قوم شوف مين جنب السرير، يمكن في حاجه مستخبيه ولا في حاجه، يمكن بتضحك. قوم شوف. طيب انت هتنام يا جبريل ولا ايه؟ ده احنا بقينا نغير على شوشو اكتر منك. هي شوشو متجوزه مين بالظبط؟ متجوزه حسام ولا متجوزه جبريل ولا هو في ايه؟ يا بنتي ده انا قلبي كان هيقف. ده كان قلبي كان هيقف. حرام عليك. الحمد لله ان احنا عرفنا نخلع وما شفناش. بايه كنت مستخبي تحت السرير وطلعت؟ هو مش المفروض ان انت حضرتك خلاص هتروح بقى والمشهد خلص؟ هو المشهد طول يعني المره دي؟ حضرتك جبريل انتوا حاطين له سم ولا حاجه؟ السم مأثر معاه ونيمه، ولا هو جبريل مش حاسس بحاجه، ولا هو فاقد جميع الحواس؟ وايه شوشو في ايه؟ انتوا عادي يعني طلعتوا اتكلمتوا بره ومفيش اي حاجه يعني؟ جبريل مات يعني ولا حاجه؟ مش ولا اي حاجه. الحمد لله اللي جوزك نام تاني، ده كويس. لو كان نزل كان خرب الدنيا. ننزل؟ هو انت متعرفش انا بعمل فيه ايه؟ ده انا جبريل ده كل يوم بديله منوم بالبطيء بيخليه ينام ما يدراش باي حاجه تحصل جنبه. بس انا كنت خايفه اللي يشوفك برضه. المهم احنا هنعمل ايه؟ احنا لازم نخلص منه في اقرب وقت يا يوسف. شوفي يا سندس، حرام عليكم. حرام عليكم. قال له جدو عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه ده معلمه فتكات وابوها؟ بتعملي في ابوكي ليه كده معلمه فتكات؟ شفتي؟ ينقلب السحر على الساحر. سبحان الله، مسكته هدير وقعدت تضربه فيها. شوفي عماله ماسكه ابوكي اهو جايبه. طب حضرتك جايبه طاسه ما فيهاش ميه حضرتك، والميه نازله سخنه ازاي؟ انا عايز افهم اذا كان مفيش ميه سخنه اصلا. جدع سندس، جدع سندس. حرام عليكم. تعذبوني ليه؟ حرام عليكم. عشان انت تستاهل التعذيب. له جميل ايه؟ الحق بابي جايبين له ميه ساقعه من ودلوه على رجله. حضرتك يا حاج انت قاعد على البلاج. انت قاعد وانت يا معلم فتكات انت ماسكه الطاسه بالقماشه ليه؟ هي سخنه قوي كده؟ دي ميه ساقعه يعني، ولا الشتا فالميه الساقعه بقت بتتمسك دلوقتي في ايه؟ يا جبريل ابوك بيتنفخ يا جبريل، خش اعمل حاجه، ما تطلعش التليفون. انت بتعمل ايه بالتليفون يا جبريل؟ انا عملت كده. كفايه انك قاعد على قلبي وقرفني. انا عملت لك حاجه يا بنتي؟ حرام عليك. بس اخلص، التليفون بيرن. ده جبريل. الو، ايه يا سندس عاملين ايه؟ يا حبيبي احنا كلنا تمام. بابويا بياخد العلاج في ميعاده؟ هو زي الفل، ده انا بديه العلاج في ميعاده، وبص مريحه راحه على اكمل من الوجه. طبعا يا جبريل يا حبيبي، بابي بياخد العلاج في ميعاده. وبصوا ان جايبين له ميه ساقعه وعمالين يدوله لغايه اما الراجل خلاص رجله مبقتش قادره من الميه الساقعه. بصراحه سندس عملت الواجب مع بابي. بص نفخت امه. اديني ابويا اكلمه يا سندس. عايز تكلمه؟ لا اصل هو مريح دلوقتي. ما قال لي انا هخش اريح سندس على ما تحضري الغدا. خلاص سيبيه براحته. ماشي، انا على العموم انا جاي بكره. ماشي يا حبيبي، تيجي بكره؟ انا ان شاء الله هاجي بكره اهو. تمام، احنا في انتظار. طبعا المعلمه فتكات اللي هي سندس دي ريحت بابي على الاخر يا جبريل، ريحت ابوك على الاخر، ومش هتعرف تكلمه ان هو قاعد على الشازلونج دلوقتي وقاعد على البلاش وبيشم هوا حلو يعني. مع السلامه. مع السلامه. بقى انت يا راجل يا كركوب عايز تطلع صوت عشان تبين لابنك ان انا ببهدلك وبهينك؟ لا مؤاخذه بس يا جماعه، بس هو معلش جبريل فتح باب الاوضه عليكم، مش ما فتحش عليكم باب الحمام، فتح له باب الاوضه والحاج شايفه وانتوا شايفينه وكلكم شايفينه. هو انتوا حضراتكم فاقدين كل حاجه؟ هو المفروض ان انتوا بقى ايه، كان في استشاره عندكم امبارح انتوا الثلاثه، واحده عند دكتور الرمد وواحده عند دكتور ايه
الانف اذن وحنجره. يعني بصراحه انتوا تعبتونا، ما احنا قلنا نروح عند الدكتور نشوف في ايه المشكله. ده انا بص، ده انا عليا اجيب لك دلوقتي حالا جردل ميه سخنه قوم يا حاج، قوم قصلهم هزتين 3، يرقص اي رقصه، اعمل اي منظر، يعني اعمل اي حاجه بدل ما انت قاعد على الشезлونج كده. في ايه يا حاج مالك؟ بتلقوا عليك في وشك. كفايه عليك كده يا سندس خلاص، خليهم يعمل لنا اي حاجه كده. قومولي هات لي شرشوبه ولم القرف اللي اتدلع على الارض ده. يلا تعالى امسح الارض. اعمل لك تحت امرك يا بنت، اعمل لك ايه يا ست هانم؟ حاضر حاضر يا ست هانم، يلا حاضر. جبريل بس اقفل الباب يا ابويا، اقفل الباب. الحمد لله. ازاي يا ابويا سيبهم يعملوا فيك كده؟ اعمل ايه يا ابني؟ اتصل بيا.